السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعيني على قناة المصري تعليم سيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. تحياتي لكم جميعا وبشكر الجميع والله على التعليقات الجميلة والكلام اللي بيوصلني والتليفونات اللي بتجيني. ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. النهارده احنا بنجرب ارض جديدة في التبين. اتمنى يا رب انها تشتغل، ولو كانت طبعا هنقول لكم وهنصور السمك واحنا بنصطاد. طبعا ان احنا اسف في التصوير بالليل، انا راجل عشان الناس اللي بتقول انت تصويرك دايما كله بالليل مش بالنهار. انا راكن الفايبر اهو. طبعا انتوا عارفين في صيد النيل ما ينفعش فيه الصيد بالطعم بدود الارض بالنهار. ليه؟ لان وجود البسارية السمكه موجوده، ممكن تكون موجوده في الدور او ممكن تكون راعيه ما بتتش في الدور، بس اللي بيبقى ناشط في الوقت دوت البسارية والسمكه النمير الصغيره والحجار الرفيع. عشان كده يا جماعه احنا بنصطاد دايما من بعد المغرب او من المغرب على طول نبتدي نصطاد. السلام عليكم، اتفضلوا يا رجاله. فدود الارض بالنهار ما ينفعش. اللي هتاكل فيه ايه؟ هاكل فيه البسارية اللي هي الرايه الصغيره، السمكه النمير الصغيره الزرقاء ديت، والسمك الحجار الصغير. ده اللي بيخلينا نشتغل دايما بدود الارض بالليل. طب امتى اشتغل بدود الارض بالنهار؟ ابتداء من شهر 12 ممكن انزل بالنهار لما الجو يبرد، بيبقى فيه بيات شتوي للسمكه الرفيعه والبسارية والكلام دوت. فبنصطاد بدود الارض على الرصيفه زي كده بالنهار. وان شاء الله اصور لكم الكلام دوت، بيبقى بالنهار اصور لكم الفله وتمشيه الفله. النهارده الميه اللي انا قاعد عليها دي حاميه جدا، كلها حاميه كلها سريعه. عشان كده ركبت فيله كبيره، ست بليات. ادي العود بتاعي اهوت فرده وعيشتي في الميه وشنطتي جنب مني. وادي الغماز لو انتوا شايفين الغماز، ننزل معاه عشان يبان الغماز اهوت. والبيلي بتاعه اهو، نعمل زوم عليه اهي. ست بليات اهمت عشان ايه الميه سريعه جدا. وممكن اركب غماز اكبر بالليل او اركب غماز مقلوب عليه تاني عشان استحمال الميه دي. طب الميه دي صيدها هيبقى ازاي؟ يثبت الغماز ما مشيش ما سرحش والسمك يضرب نفسه. وطبعا تخيلي لو وقع عليها بولت هيبقى بولت حلو. يعني لو وقع عليها بولت الميه غويطه، يعني البر بتاعي انا رافع على حوالي 3 متر، جسيت الميه كده لقيتها يعني انت ممكن تاخد 3 متر البر بتاعها اللي هو مترين من البر. بل ده اللي انا هشتغل عليه، اللي هبدا بيه ان انا اجس بيه الميه اذا كانت بتاكل ولا لا. دايما اول واحد ما بينزل على الميه لازم اجس الدور طول الطول، اقطع لي كام رمال عشان اعرف الحوشه بتاعتي فين اللي انا هشتغل عليها، اجي قبليها وامسك. احنا بنشرح، دي اهم حاجه الشرح اللي انا اقدر اوصله لك انك انت تقدر تشتغل على الميه. لكن ايه فايده ان انا اقول لك السمك اهو والغماز اهو بيتضرب؟ انا عايزك انت تتعلم ازاي تمشي الغماز. النهارده هيبقى التسريح بطيء جدا، ان انا امشي الفله بطيء جدا في الميه ديت على قد ما اقدر. طبعا هي متعبه جدا للايد ومتعبه جدا للكتف، لانك انت بتبقى فرد فايبر 7 متر ولا 8 متر وتمشي بيه، وتستحمل او 7 متر او 6 متر وتستحمل بالمكنه بالفايبر طول الليل شايله. هو ده اللي احنا بنتكلم ايه، موضوع مجهد بس في الاخر بيبقى لذيذ لو ايه، لو ربنا كملها بالستر وفي سمك كان معاك بيستلذ بالموضوع دوت. فاحنا اهم حاجه شرحنا ليك انك انت ازاي تمشي تختار الميه. يعني انا اخترت الدور الميه كلها زي بعضيها، فلقيت الميه ديت فيها شيمه في الحته دي، الميه بتلف يعني مش عارف ماشيه داخله لجوه خارجه لبره. دي بقى اللي ممكن يحويها سمك بولتي، سمك بولتي كويس. عشان كده انا اخترت الدور ده، قلت اقعد عليه لاني اول مره انزل الميه دي. يعني اول مره اجي الميه ديت. عرفت من بعض الناس ان الميه دي بتاكل، فقلت انزل اجي اجربها. مش معنى كده ان انا عارف حلوان بتاكل او عارف الاخصاص بتاكل او عارف غمازه بتاكل او عارف الكريمات بتاكل انزل عليها على طول، لا. التجديد حلو، ومش مهم ان حتى السهره تفشل، لا المهم ان انا عرفت ميه جديده واشتغلت عليها واشوفها بتشتاكل ازاي وابتدي اشتغل عليها. زي ما قلت انا هشتغل على 3 متر ومن البر حوالي 2 متر 2 متر ونص. وربنا يا رب يرزق الجميع. وتمشيه يا اما هثبت الغماز. النهارده هتختلف الموضوع خالص. التسريح هيبقى بطيء قوي، يعني بطيء ممل، عشان اقدر ان انا السمكه تقدر تاكل في الميه الحاميه دي. يا اما اثبت الغماز فتره وامشيه فتره، اثبته فتره وامشيه فتره لحد ما نقع في السمك. قبل الحوشه كده الواحد يمسك عليه شويه، وربنا يرزقنا يا رب ويرزقكم. ومش عايز اطول عليكم، لا هي النهارده هيبقى الميه الحاميه بنشتغل فيها تسريح بطيء يا تثبيت غماز. دي ميه حاميه قوي ما فيهاش مداور ان انا الفله تركن فيها شويه او مهديه الميه شويه، لا الميه نازله بسرعتها. شوف ورد النيل ده، بص ماشي عامل ازاي. دي سرعه الميه اهي، بص ورد النيل دي سرعه الميه اختفت اهي. اروح لها تاني اهي، بص اهي ايدي ثابته اختفت، الميه سريعه جدا.
فده في سرعه الميه، لا ثبت غمازك، يا تمشي لو تقدر تمشي بطيء مشي بطيء، مش هتقدر ثبت غمازك والسمك يضرب نفسه ان شاء الله. تحياتي ليكم بقى، والعياشه فاضيه اهيت. عايزين بقى ان شاء الله النهارده ايه نظبطها ويكون فيها ايه شريتين حلوين كده نفرجكم عليها ان شاء الله، واحنا بنجمع السمك، والاقي حد يقعد جنب مني يصورني وانا بجمع السمك ان شاء الله. انا مستفائل خير، هتقول متفائل خير ان شاء الله ان نضرب سمك ان شاء الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعلم ربنا اني احبكم في الله. المسا ده لاخويا عمرو الباشا واخويا ميدي دولفين، احلى مسا واجدع رجاله واجدع طعميه يا عم عمرو الباشا اهو. المسا اللي انت طلبته موجود اهو يا ريس. يلا يا حاج عمرو، يلا تحياتي للجميع يا رب. صلاة النبي يا رجاله. السمك اهو يا عم رفعت بتقول عليه كاني وماني، بسم الله ما شاء الله اهو. اهو اهداء طبعا لميدو دولفين وعمرو الباشا. صلاة النبي احسن يا رجاله اهو. ادي السمك اهو. طبعا اهداء لقناه المصري تعليم صيد السمك بالصناره. المايه الحاميه جميله. يلا بقى نام بقى ايه ونطلع لك العياشه فوق. النهارده كام؟ 1/10؟ 1/10 النهارده. صلاة النبي يا رجاله. وصل الباشا بتاعنا اهو. الباشا اهو بسم الله ما شاء الله اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله. ربنا يرضي الجميع يا رب. تحياتنا يا عم محمود الحدادي، عمالها تزعل عم محمود وعم مصطفى والشيخ محمد وكل الصحبه الحلوه ان شاء الله. ربنا يرزق الجميع يا رب. اللهم صل على النبي. صلاه النبي احسن. صلاه النبي احسن. السمك هو طبعا لو شلت من الرمال هتقطع. حاجه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تعالى اطلع بقى فوق بقى كده نطلع لك العياش. الصلاة على النبي. تحياتنا كمان لميدو دولفين وعمرو الباشا. صلاة النبي يا رجاله اهو. ادي البولت عم رفعت اهو. تحياتنا لعمرو الباشا وميدو دولفين وسيد السمك غايه في احسن النيه. جروب سيد السمك غايه في احسن النيه. الصلاة على النبي يا رجاله. البولت اهو. البولت اهو. الدباشة اهو. افتح بقك يا يفتح بقك. ده بقى كان حايش قطعت السن وطلع في السن التاني. اللي ليك ليك واللي جاي جاي. تحياتنا يا عمرو يا باشا اهو. زي الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بننهي السهره بقى. اتكل على الله. الساعه 2 اهي. بسم الله ما شاء الله يا جدعان. دي الشريتين اللي خدناهم هم. اللهم صل على النبي. تعالى يا راحه فين. هذا يا جماعه الشر بتاعنا اهو. ده الشر بتاعنا بسم الله ما شاء الله. سمك بسم الله ما شاء الله. ميه زي الفل. بس النهارده يعني ايه القمره برضك ايه نقول مقصره شويه. تحياتنا للجروب سيد السمك غيه في احسن النيه وقناه المصري لتعليم صيد السمك بالصناره. طبعا شغال بدود ارض فوابر 8 متر، خيط ظهر 30، خيط رمال 25، الطعم دود ارض زي ما قلت دود ارض. ايوه يا باشا. يعني اجي وراه فين؟ خلاص ماشي نطلع من هنا. لو في طلع من هنا نطلع من هنا. ماشي يلا. لا لا نطلع من عندك يلا. لم انا لميت حاجتي خلاص اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتنا وحبايبنا متابعينا على قناه المصري وتعليم صيد السمك بالصناره. زي ما طبعا ما قلت النهارده كده الدور جديد وكنا شكل الميه بيوحي ان فيها سمك. طبعا القمره مقصره. السمكه طبعا بتاخد وقت على ما تاكل، لكن الميه حاميه قوي وكان لازم طبعا التثبيت فيها كان احسن من التمشيه. بنمشي وتقع في سمك، بس لازم تمشي ايه ببطء. يعني كل شويه تسند شويه، تسند دقيقه وترجع تمشي تاني، تسند دقيقه وترجع تمشي تاني. والرمال بتاعك ما يكونش طويل. الرمال بتاعك من 60 ل 70 سم. ده السمك اللي برضك ايه عشان شايفين السمك اللي بيقع عليها اهو. بسم الله ما شاء الله حاجات حلوه. ده بولت اسمه بولت ملقاوي، بولت فطاط. وده بقى ده بلدي، البلدي النيلي اللي احنا عارفينه. وده نيلي طبعا وده نيلي وده بلدي برضك. حاجه من البلدي الحلوه دي.
لكن ده بقى الملاوي ده بيبقى شقي جدا، حتى في التجميع بيمتعك. ده بقى اللي بيرقص اللبلوب بيرقص اللبلوب ان شاء الله.